السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ وحشتوني. بصوا، عندك بصلة زي دي، عندك شوية خضرة، هنمسكها نحمرها نخليها بيضة كده، ما اغمقهاش، ونقطع الخضرة دي ونضيفها عليها. وعندك معلقتين دقيق هتربيهم وتضيفيهم عليها، والبيضة دي هتربيها وتحطي عليها ذرة فلفل اسمر تحطيه عليه، ونقلب كله مع بعضه. وهتشوفوا دلوقتي الطبق ده هيطلع ايه. يكون معلقتين دقيق، ودي كزبرة ناشفة، وكمون، وملح، وده بيكنج باودر، وده ملح. عرفتوا بقى؟ كمون، كزبرة، ملح، بيكنج باودر يتحط على الدقيق، ومعلقتين دقيق، وبيضة. وشوفوا بقى احنا دلوقتي هنعمل ايه. وحاطين طاسه اهيت على النار. بصوا اهي النار يا ربنا يكفينا شر النار. وهتشوفوا دلوقتي هنعمل مع بعض ايه. هنمسك بقى الدقيق ده نربه كويس، والبيضه عليها، ونشوف الدنيا. بصوا يا حبايبي، ادي المعلقتين الدقيق ربيتهم، وادي البيضه، وحطيت عليها ايه، ذره فلفل اسمر، ونربها كويس قوي اهي بالدقيق، الملح بالكمون بالكزبره، ترب كويس جدا جدا جدا، تربى قوي قوي كده اهو بمعلقتين دقيق اللي انا وريتهم لكم في اول الفيديو. ركزوا معايا يا جماعه. ومعاهم ايه، طبق كوسه، وده عيش، وشويه سلطه. هتشوفوا دلوقتي دي الاكله دي اول مره اعملها معاكم في الفيديو في قناتي. ارجو اللي ما اشتركش في قناه ام حسن يشترك يا جماعه، وارجو ان انتوا ايه تدعوا لي بالشفا. بصوا عامله كوبايه ينسون عشان قايلين لي اشربي سوائل، قلت اشربها وانا ايه بصور معاكم. خدت علاجي وقمت قايمه ايه، قلت والله هصور هعمل دي بقى ايه. كل واحد بقى يكتب كده ايه دي الاكله دي. شايفين ربيتها كويس جدا جدا على قد ما تقدروا، والبيكنج باودر والملح والكمون. بصوا يا حبايبي بقى، ربيت الدقيق كده بصوا، مع الملح والكمون والكزبره والفلفل الاسمر، مع كزبره ناعمه مع كمون، بصوا، وبيكنج باودر ذره زي اللي انا وريتها لكم كده. بصوا ما تقعد مع بعض بقى بتتقل ازاي. ويا سلام لو سبتيها شويه في التلاجة بتتقل كمان. فانت بقى ايه بتقلبي كده وتحطي. شايفين المنظر معانا ايه. معانا هنا ايه الزيت اهوت هنحط عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. حط كده مقدار كده، وتشوفي انت نظرتك ايه اهو. هو جه يا دوبك. شايفه المنظر. تنفش بقى معاكي دلوقتي وما تقلبهاش. لما تحسي من تحت ايه تيجي تعملي كده تلاقيها ماسكه. بس سايبه ازاي، اوعي تقلبيها، سيبها كده لما ايه تمسك. ومعانا السلطه، ومعانا العيش، ومعانا شويه كوسه. والله عملتها من غير لحمه مفرومه. كان عندي 3 كوسات عملتوهم مع شويه السلطه مع شويه العيش دول. وحاطه بقى ايه الطبق ده والجرنش شويه محضراه. وده اليانسون ده يا جماعه بيتشرب على الريق، بيقتل السموم. بصوا بقى ديت اهي، انا عاملاها على نار هاديه. ليه؟ عشان متوسطه يعني، علشان ما تحمرش بسرعه تبقى من جوه نيه. هنشوف دلوقتي هنعمل ايه مع بعض. وادعوا لي بالشفا يا جماعه، واللي مشتركش في القناه يشترك. بس يا حبايبي بقى كل شويه اشوفها كده والنار هاديه. شايفين؟ اللهم صل على النبي. خلوا بالكم ممكن يا جماعه ما حطيتيها كده ممكن تحطوها في الفرن. لو انت تقولي لا انا لسه هعمل فوق عايزه تستسهلي تحطيها في الفرن، حطي. شايفين منظرها اللون ده بقى كده. ونقلبها اقلبها وارجع لكم تاني. بصوا يا حبايبي قلبتها بقى اهوت. شايفين المنظر؟ شايفينها من هنا الجمال والحلاوه. بصوا بقيت ايه وهي محطوطه كده بالشوكه، بقيت اشكشك كده. اقول ايه عشان القلب ايه لو مش مستوي يستوي. شكشكتها. بصوا بقى المنظر الناحيه التانيه. بصوا بقى هتلاقيها هشه وحلوه ازاي وجميله. في بيحبها اللون ده الغامق ده، عشان كده قلبتها. بصوا هي اللون ده ما عايزينها كده، اللون ده عرفتوا. فانا قلبتها بقى الناحيه التانيه عشان اللون ده لقيته فاتح شويه. شايفين منظرها من تحت اهي فاتحه ازاي. مسحه زيت صغيره وشكشكتها كده.
وهي على النار. قلت ايه عشان لو جوه عجينه. واوعوا تعلوا النار، بصوا اوعوا تعلوا النار كده، ربنا يكفينا شر النار. لا خلوها ايه النار متوسطه متوسطه عشان تدي ايه براحتها. دي بقى يا جماعه اسمها ايه؟ العجه. شفتوا بقى الجمال والحلاوه؟ اسمها ايه؟ اسمها العجه. الجمال والحلاوه. اللهم صل بقى. هعمل لكم اضاءه فوق الاضاءه يا جماعه عشان انا بحبكم ووحشتوني والله، وحشتوني قوي. والتليفون بقى ما كانش بيصور وكده، ربنا هداه وصور. وبعدين انا دلوقتي تعبانه، ارجوكم يعني ادعوا لي، كل يشوف الفيديو ده يدعوا لي بالشفاء. ارجو لكم الشفاء الدائم يا ام حسن. قولوا ايه؟ اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك شفاء لا يغادر سقم. وان شاء الله الملائكه يرد عليكم ويقولوا لكم امين. دي خلاص بقى هندفع عليها كده، هندفع عليها النار خلاص. وهطلعها بقى في الطبق ده اهو، حاطه فيه جرنش ازاي، والسلطه والعيش وشويه ايه كوسه. ولمينا الغدوه الحلوه، معلقتين دقيق ببيضه ببصلايه. ركزوا من اول الفيديو لاخره وانتوا تلاقوا فيه طبقات حلوه قوي. البيكنج باودر هو اللي خلاها نافشه كده يا جماعه. بصوا نافشه ازاي، شايفين منظرها؟ مش تبقى عجينه من جوه. هقطعها لكم دلوقتي وهتشوفوا منظرها. هنقلها بقى في الطبق هنا دلوقتي كده، وهوريكم حته منها وتشوفوها باذن الله. بصوا يا حبايبي بقى، مسكتها ايه السكينه كده، قطعتها كده اهي، كده 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 كده. خلي بالكم يا جماعه انا نسيت ادوق فطلعت دلع. كل حاجه من التوابل اللي انا حطيتها على الدقيق وبروح حطيت يعني كزبره كمون، كل ده انا ضايفاه على بعضه في البرطمان السحري بتاع ام حسن. رشيت شويه ملح بالايه مبهر عليها، قلت عشان ايه دلع. وبرده كل البهارات ديت الكمون الملح الكزبره رشيت برده هنا. فبصوا قطعتها بقى كده وكده. بصوا جمالها وحلاوتها، طعمها والحلاوه، جمالها وحلاوتها. شوف بقى حته مع بعض كده، شوفوا هشه ازاي وجميله. ايه رايكم في الجمال والحلاوه دي؟ طعمها بقى ايه خرافه. بصوا من الناحيه التانيه، شايفين من الناحيه التانيه اهي، من هنا ومن هنا حمرا يا جماعه. والسلطه بصوا هشه وجميله ازاي، طريه وحلوه. دي اسمها ايه بقى يا جماعه؟ العجه. ديت ممكن تحطيها في الطاسه برضو وتدخليها الفرن. تخلي بالك بقى، بس تبقي تخلي السمك بتاعها اعلى من كده شويه عشان تستحمل ايه سخونيه الفرن. الجمال والحلاوه. والله وحشتوني، قلت ارجع لكم بقى ايه بالفيديو الجميل ده. اول مره اعمل معاكم العجه، حاجات بسيطه قوي. ارجو بقى اللي مشتركش في قناه ام حسن يشترك. كل اللي اشترك شكرا، نورتونا وشرفتونا. عايزين بقى تحطوا شويه جرجير حطوا، شويه ترشي، المخلل ده بيبقى جميل قوي، والسلطه وكده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا مطبخ ام حسن. قلت برضو ايه لازم احط لكم الترشه الصراحه. الكوسه عايزه ترشي وعايزه سلطه، يعني عايزه حاجات كده. والطبق الحكايه دي بقى عايزه كمان جرجير. والله العظيم الجرجير بيبقى جنب الكوسه وجنب العجه والحاجات دي. والسلطه دي بيبقى معاها بصل، بس اللي هياكل مش عايز بصل براحته. بصل وتعصري ليمون وتحطي خل وكل حاجه. دي انا حاطه لهم كل حاجه فيها زي ما وريكم في اول الفيديو. بس ارجو ايه وشويه الترش الحلوين دول، مش شويه لفت شويه جزر وخيار وخليهم. طبعا العيش، حلاوه العيش وجماله. شفتوا بقى حلاوه العيش الترش اهو. وبالهنا والشوف على اللي هياكل. انتشروا بقى في قناتي يا جماعه، اكتبوا لي لايكات واعملوا لي مشاركه، ده فضلا منكم يعني. انتوا وحشتوني والله العظيم، ربنا يخليكم يا رب ما تحرمش منكم ابدا. ودي العجه، بعدين وريتها لكم جمالها وحلاوتها والسلطه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا جماعه نسيت اقول لكم، اكتبوا لي بقى إيه ربنا يشفيكي يا ام حسن، ويديلك التليفون ودايما تصوري كده وترجعي لنا بالسلامه. اما ادخل قنواتكم يا جماعه واكتب لكم والله كلام حلو واعمل لكم لايك وحاجات حلوه. بكتب لكم كومنتات كده تليق بمقامكم، وانتم مقامكم عالي قوي. وشكرا لكل ايه اللي اتضافوا عندي. ارجو الدعاء لي بالشفاء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.